اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. النهارده بقى هكلمكم عن تجربة الاكل الهندي. طبعا انتوا شايفين انا في مهرجة، طبعا كانت اول تجربة ليا الاكل. عايزة اقول لكم انتوا هتشوفوه بقى دلوقتي معايا، اكتر من رائع. الاكل تحفة، تجربة جديدة. طبعا بقى بصوا كارينا كابور دي على غلاف المنيو، وهنا اختي بقى بتتصفح المنيو هي كان ليها بقى كذا تجربة في الاكل الهندي، فهي اللي كانت بتختار لي الحقيقة، وكان اختيار موفق جدا. عايزه اقول لكم فعلا انا استمتعت قوي 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 بالاكل الهندي. هنا الشيف بقى بيورينا تاريخ المطعم، مطعم مهراجة. طبعا كلنا عارفين الاكل الهندي وجماله. انا كنت مبسوطة جدا جدا من الاكل الحقيقة. المطاعم الهندية كترت قوي في مصر والهبت الاطباق زي ما بيقولوا كده ببهاراتها. طبعا انتوا عارفين الاكل السبايسي. بصوا بقى، بصوا الصوصات. ده صوص عبارة عن فلفل كده زي الشطيطة الصعيدي وده بقى يا جماعة حرفيا هو تمر هندي. الصوص ده بقى زي صوص الزبادي بالنعناع بتاعنا المخضر ده، وده كان مزز قوي قوي. يعني اعتقد ده كان قطع مانجا كده بيوريه مع خلطة كده سبايسي شوية بس مزة. طبعا ده بقى العيش الهندي اللي هم بيسموه خبز النان الهندي تقريبا. هو كان جايب لنا نوعين عيش. طبعا انا شايفة ان الاكل الهندي برضو انا حاسة ان هو قريب قوي. ده الجديد بقى في الموضوع يا جماعة. انا حاسة ان هو قريب قوي من بعض الاكلات المصرية. يعني العيش دوت انا اتعرفت مش اتعرفت، كانت ليا واحده جارتي. بصوا بقى هنا يا جماعه، ده الفراخ تقريبا بيقولوا عليها بالهندي كده مصاله. بصوا عايزه اقول لكم بقى الفراخ دي، خلينا الاول في الفراخ دي. انا قعدت بقى بعد ما اكلتها وانبهرت بجمالها. تحفه، حلوه قوي قوي قوي. الصوص فيها بالمصري كده. ده بقى دجاج بالكاري، بصوص الكاري، حلو قوي برضو. بس انا حسيته مش عارفه ليه في طعم العدس، مش عارفه. بصوا بقى الاطباق الهندي اللي الاكل بيتقدم لنا فيها، انا حسيت ان ده وكان حلو قوي برضو بالعيش بتاعهم. لا كان اختراع يا كوتش، حلو قوي. عايزه اقول لكم بقى على طبق الفراخ اللي هو المحمر شويه ده، حلو قوي قوي قوي. يعني انا لقيت ان هو اما قعدت بقى بعد ما اكلته كده وقعدت شويه اعمل بحث على طريقه الاكل. المهم بقى يا جماعه اكمل لكم الفراخ الحمراء اللي انا باكلها دي، او اللي هي بالصوص دوت. انا عجبتني قوي قوي بقى. الاتنين حلوين قوي وتحفه، بس انا عجبتني اللي هي بالصوص الاحمر ده. بصوا بقى، انا قعدت ادور كده في طريقه الاكل الهندي، ولقيت بصراحه ان الطرق، التكنيك نفسه بتاع الاكل يعتبر واحد على فكره. حتى انتوا لو تتفرجوا على طرق عمل الاكل الهندي هتلاقوا هو نفس التكنيك بس باختلافات بسيطه. بصوا الصوص ده بقى معمول بصل وطماطم والجنزبيل اللي هم يعتبر معظم الاكلات بيحطوها فيها. برضو في اضافة قريبة بقى، عشان كده بقول لكم هي قريبة من الشركسية بنعملها بعين الجمل. لا هنا دي حطينا فيها الكاجو، وبعدين عملناها بالهاند بلندر كده ورجعنا فيها الفراخ تاني. فعجبتني الفكرة قوي، خصوصا بقى ان في المجمل يعني الاكل برضو في حتة التنسيق كده قريب مننا برضو، بعيدا بقى عن موضوع السبايسي والكلام ده. بس هو انا شايفة ان هو، بصوا بقى ده الصوص اللي هو اللي بالمانجا. انا ما دوستش بقى في الصوص دوت، لان انا شايفة ان هو ميزز بطريقة ممكن يعجب حد وممكن ما يعجبش، لان هو زاعق. مختلف عن الصوص التاني اللي هو
هو حرفيا تمر هندي، يعني باين قوي. هو عارفين انتوا فكرة دبس الرمان لما بيتحط كده جنب كصوص، جنب اي حاجة زي مثلا ورق العنب او الفراخ. انا بعمل كده فراخ قريبة من نفس الفكرة دي. بصوا بقى، ده الصوص ده ما حسيتش ان هو فيه اختلاف او ابهرني. ده بقى اللي انا بقول لكم عليه التمر هندي، اهو نفس قوام اللي هو دبس الرمان، بس انا عجبني قوي. وطول القعده وانا باكل انا دايسه فيه. احطه على الرز بتاعهم. هم نزلوا لنا نوعين رز كان في فخاره كده، كان فيه لحمه وكاري وكده، كانت اللحمه كانت تحفه فيه. وكانوا منزلين الرز اللي هو قريب من لون اللي هو الدجاج المصالة دوت. برضو عجبني قوي. وكان برضو الرز الاصفر بقى كان فيه خضار، كان فيه بسلة وجزر. بصوا بقى الصوص اللي انا قلت لكم انا دايسه فيه بقى مع اي حاجه. كان عاجبني بصراحه. كان مع الرز حلو، وكان مع العيش حلو قوي. العيش بقى يا جماعه حلو قوي. الشيف اول ما احنا ما قعدنا كان حطلنا الصوصات دي، جمعهم كده مع بعض في طبق وقال لنا ندوق بالعيش. بس انا لقيت ان هو لا، اما بناكل كل صوص منفصل لوحده يعني بيبقى باين، غير لما هو عاملهن كده كوكتيل مع بعضه. انا يعني عايزه اقول لكم، انا وانا باكل الاكل فعلا كان ممتع، يعني انا كنت مستمتعه قوي قوي قوي. وانا اصلا لما قعدت ما فكرتش ان انا اختار، انا سبت بقى الاختيار لاختي، لان هي دايسه في موضوع الاكل الهندي ده اكتر مني. انا قلت بقى اعيش التجربه وكده واشوف انا وحظي. كانت اكتر حاجه عجباني اللي هي الفراخ اللي هي الصوص المحمر شويه ده، كانت عجباني قوي فكرتها. وكانت والاتنين كانوا حلوين، بس التاني كان بالنسبه لي قريب قوي من الصوص. كنت حاسه ان نكهه العدس باينه فيه. انا لسه معرفش هو فعلا في عدس ولا ايه، فمش، لكن هو كان قريب قوي. والمفروض دجاج بالكاري، يبقى فيه بقى كريمه طهي وكده. بس انا حاسه ان هو في هنا بقى كل شويه الشيف بصراحه كان رايح جاي علينا، عمال بيسألنا اخبار الاكل ايه، وانا اقول له تحفة الاكل فعلا ممتع جدا. مش عارفة هي كتجربة كانت جديدة بالنسبة لي، فعشان كده انا مستمتعة، ولا كان الاكل حلو فعلا. بس لا، انا مش هنكر ان فعلا تجربة الاكل الهندي فعلا حلوة جدا. انا عايزة اقول لكم ان انا ما عملتش الحلو في الفيديو ده، لان احنا برضو جربنا. مش معقول يعني نبقى في مطعم هندي وما نجربش الحلوى بتاعتهم الشهيرة ديت، اللي هي كل فيديوهاتهم تبقى معمولة بقى في الافراح والحاجات دي، اللي هي اسمها تقريبا جلاب جامون. مش عارفة انا نطقتها صح ولا ايه. بس انا بقى عملت لكم فيديو منفصل تاني وسط الرز بقى هنا. عايزة اقول لكم ان هو فعلا كان تحفة. الرز مع الصوص يا جماعة، عارفين انتوا الخلطة بتاعت الفراخ اللي فيها ديت، هي الصوص مش هقول صوص عشان هو كان قوامه سميك شوية. عايزة اقول لكم ان هي مع الرز حلوة، مع اللي هي الفراخ دي، نوعين الفراخ مع الرز حلوة. بصوا بقى القارورة اللي بيتقدم لنا فيها الرز. بس الرز التاني كان جاي لنا في فخارة كده كبيرة، مش عارفة انا افتكرت اصورها لكم ولا لأ. عايزه اقول لكم ان الفكره بتاعت الخلطه اللي فيها الفراخ ديت مع الرز حلوه، مع العيش اجمل واجمل. انا اصلا من كتر ما انا عجبني الاكل قوي، فانا قلت لا ما بديهاش بقى، انا لازم اعمل سيرش كده على طريقه الاكل ده، لان انا فعلا كنت مستمتعه بيه جدا على فكره. وكسفت كمان اقول للشيف قول لنا الطريقه، فقلت بقى لا انا هعمل سيرش وكده. بس انا لقيت فعلا الطريقه دي بقى معموله من البلد نفسها. في بصوا بقى الفراخ يا جماعه اللي هي المصاله تقريبا، اللي هي عجبني الخلطه اللي هي فيها قوي، اللي هي معموله بالكاجو. فانا قعدت بقى عملت سيرش على طريقه الاكل دي، فلقيت فعلا واحده مصريه اتجوزت هندي. انا عايزه افتكركم اسم القناه، اسمها ياسمين تقريبا على فكره، اسمها ياسمين، مش فاكره بقى اسم جوزها ايه. فكانت بتعمل الاكل الهندي ده يعني اهو من البلد من
من اهل الهند نفسهم. وهي نفسها ياسمين اللي هي اليوتيوبر دي علقت وقالت ان هو تكنيك الاكل الهندي يعتبر واحد في الفراخ اللي بتتعمل دي. فعلشان كده انا قلت فعلا الموضوع سهل، يعني فكرة ان احنا نعمل الاكل ده في البيت وكده مش صعبة. واعتقد ان هي بنسبة كبيرة هتطلع قريبة قوي من الاكل الهندي اللي انا اكلت. بصوا انا مبهورة قوي بقى بالفراخ دي ازاي يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا دوست فيها اكتر من الفراخ اللي هي بالصوص الاصفر ده. كانت جميلة عجبتني قوي، متبهرة حلو. بصوا بقى فعلا زي ما بيقولوا الهبوا المطبخ المصري بالبهارات السبايسي بتاعتهم دي. فعلا حلوة قوي، يعني موضوع فعلا كان مبهر. انا كنت بطلت موضوع ان انا احط بهارات كتير وتوابل كتير عشان بقى ايه، حسيت ان معدتي ابتدت تتعب وكده. بصوا بقى الفراخ بتاعتهم الفظيعة فعلا فظيعة بطريقة مش طبيعية. يعني عايزة اقول لكم حلوة قوي، مزة وحقيقة وفعلا كتجربة. لا الفراخ عجبتني قوي قوي قوي. بصوا بقى هنا انا قلت بقى ايه، يعني هي اختي حقيقي كانت جايبة اطباق كتيرة جدا والواحد مبقاش عارف ياكل ايه ولا ايه. بصوا بقى هي هنا بتاكل اللي هي الفراخ بالكاري دي برضو، اللي انا بقول لكم قريبة من العدس بتاعنا. بس هي فعلا كانت حلوة، انا مش هقلل منها، لكن انا الاتنين حلوين وتحفة. بصوا بقى هنا الفراخ دي فعلا فظيعة. يعني انا بعمل هنا فراخ قريبة من دي بدبس الرمان، بس هنا برضو التوابل بتاعتهم والخلطة كانت جميلة قوي فعلا. بصوا بقى انا هنا بقى بجرب الفراخ دي. عايزه اقول لكم من بعد ما انا مسكتها كده، مش عارفه الزعفران ولا الكركم كان سابغ صوابعنا كده. بصوا الفراخ دي كانت تجربه حلوه. هم عندهم شقين، عندهم يا اما السبايسي قوي في الاكل، يا اما الاكل مزز بقى، فيه مزز حلو ومزز زاعق زي الصوص اللي انا قلت لكم عليه اللي هو معمول بالمانجا ده. بس في المجمل انا كنت قاعده مبسوطه قوي، وكان عاجبني قوي يا جماعه فعلا فكره الاكل الهندي. بصوا بقى هنا مش بيتحط بقى جنبها سلطات وكده. انا ده اللي انا جربته. يعني انا عجبني فكره الصوصات اكتر مع الاكل. كانت فعلا لما بتتحط على الرز او بتتاكل بالعيش الفكره كانت عجباني جدا. طبعا كمان غير المكان بقى كنتوا تحسوا ان انتوا ايه، عارفين روح الجو الهندي كده موجودة في المكان، بصور الممثلين الهنود وشاروخان الجو الحلو دوت. ومش عايزة احرق لكم بقى الفيديو الجاي كمان. انا لبست بقى ما لبستش الساري الهندي للاسف. بصوا بقى يا جماعة، بصوا الزي الهندي الجميل دوت.